سلام سلام. اهلا ومرحبا بالغزالات ديالي بالفنات في قناة حكايات نصف الليالي. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الامور هانيه؟ كنتمنى من كل قلبي تكونوا في افضل الاحوال، مرتاحين وهانين وانتوما كتلحقوا بيا في الموعد ديالنا. اليوم جبت لكم واحد الحكاية خطيرة بامتياز، وما كتشبهش لداكشي اللي موالفين كتسمعوه نهائيا. الليلة غنعيش وسط فيلم سينمائي حارق ومليان بالغموض، اسرار والتشويق اللي غيخلي انفاسكم مقطوعة من البداية حتى النهاية. قصة كتجمع ما بين عالم المخابرات الصارم وعالم الأسرار من المخبية اللي غتقلب كاع الموازين. فتحي معايا وديناتك وقلبك مزيان، حيتاش الليلة غنمشيو لبعيد وبلا ما نطول عليكم كتر. قبل ما نبداو حبتي دابا دغيا ديري داك اللايك الفن والزوين ديالك اللي كتفرحيني به، واشتركي في القناة وفعلي الجرس باش ما تفوتكم حتى شي حكاية. وما تنساوش تصليوا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قادوا الكلسة ديالكم وجدوا شي كويس ديال اتاي ولا القهوة ديالكم، ويلا على بركة الله نبداو. الصوت الريح خفيف كان كيجفر من الشرجم، والظلام مغطي البيت. كنت غارقة في وسط الفراش، بيتي اللي كان كيموت فيه الضوء، والرمادي والأسود هما ملوك المكان اللي كيعكسوا هاد الروينة اللي داخل ديالي. في واحد اللحظة الذات ديالي بدات كترعد، العرق نازل من جبهتي مخلط بالدموع اللي نازل من عينيا، وبديت كنغوت ونبكي ونفسي طالعة وهابطة. لا لا بابا، عافاك ما تموتش، ما تخلينيش بوحدي. ديك اللحظة نت مخلوعة، قفزت من الفراش وجلست ونفسي طالعة وهابطة. دقات قلبي كتسمع في البيت كامل. مسحت على وجهي ورجعت راسي للمخدة وقلت الحمد لله، كان غير كابوس. عارفة باللي شوشتكم معايا، اجي ونعرفكم على راسي بعدا. سلام، انا ريهام وفي عمري 24 سنة. عيني زرقين بحال شي بحر هاجئ في الليل الشتوية، شعري كحل كيغطي الكتافي ونازل حتى الخصري، وبشرتي بيضاء بحال الثلج، ما طويلة ما قصيرة، وفورمتي منحوتة بالرياضة والماكلة الصحية. وكنتمي لعائلة غنية اللي عندها عدة شركات كبار. ولكن عندي واحد السر، انا وسارة صاحبتي حنايا هما جالسين، ديك النبتة المزيانة بزاف ولكن كتقطر بالسم ضد اللي غدروا بوالدينا. تحل الباب بواحد السرعة، دخلت سارة عندي البيت وكانت لابسة البيجامة، عوجت فمها بخلعة وضغطت على التليفون. بقات كتشوف فيا وهي دايرة ديك الوقفة، حطت يديها على خصرها وقالت نوضي يا صاحبتي الزوينة، نوضي لبسي دغيا. قلت اش كاين؟ سارة انتقات يا ويلي على نسيتي، راه هاد الليلة عندنا اكبر عملية سرقة الديسكات في المدينة، واش ما بغيتيش تفطري في الاول؟ راه ما عندناش الوقت اللي نضيعوه. انا نط من بلاصتي وجمعت رجليا لعندي، حطيت يدي على راسي وقلت هاني نايضة، غير ما تفرعيش ليا راسي على هاد الصباح. اوف يا ربي، باش بلاني هاد البنت، بركة من لغوتها صاحبتي. سارة هي صاحبتي الروح بالروح، بحال اختي تماما، في عمرها 23 عام، ومن صغرنا كنا ما كنتفارقوش نهائيا. جمالها لا يوصف، عينيها خضرين وشعرها بني مغلوق وقصير، وعندها واحد الشخصية قوية حتى واحد ما يقدر عليها. دارت لعندي ومشات للجهة ديال الشرجم، فتحاتو ودخل الضو الشمس ساطع. يلا نوضي فالساع، نوضي لبسي حوايجك باش نمشيو نفطرو ونوجدو ريوسنا البلان ديال الليلة. يلا استنيني لتحت غادي نلبس ونجي.
من بعد نط وخديت حاجتي ودرت الدوش خفيف. الماء الدافئ برد فيا العافية ديال الكابوس. لبست الروب نوار كتجي طويلة ولاصقة كيبانو كاع تفاصيل جسمي، مع طالون بيض كيجيو شوية طوال. ولشعري درت البوكلي خفيف وجمعت شعري الفوق حيتاش صهد بزاف. رشيت من البارفان المفضل عندي والغالي اللي كتخلي أثرها في أي ممر دزت منه. وخرجت عند سارة وأنا كنقادس نسلة ديالي. وصلت لتحت ووقفت قدامها، شفت فيها وقلت: وفين غادية تدينا نفطرو هذا النهار؟ كاين شي فطور حقيقي ولا غير تبرقيك عاوتاني؟ سارة ضحكت ضحكة عريضة وغمزاتني. لقيت واحد الكافي زوين بزاف على البحر، غادي نديك تفطري فيها غير يالله معايا نمشيو بلا كتر ديال الهضره. انا عوجت فمي بابتسامه خفيفه. واخا لالا، غادي نشوفو فين باغا تدينا اليوم. في الجهه الاخرى في المدينه، وسط المكتب الفخم، ريحه العود والقهوه كحله قاصحه معطره البلاصه كامله. جدران الزجاج كتطل على كاع الشركات الكبار. كان جالس تما واحد الراجل وسيم بمعنى الكلمة، حط رجل على رجل وكان كيشوف الفوق وعاقد غباشته. هذا هو فراس، عنده 28 عام، عيونه الرمادي حادة وعنده اللحية خفيفة ومقادة، طويل وكتافه عراض، وكيعتبر من أصغر رجال الأعمال اللي عنده بزاف ديال الشركات. وأيضا خدام مع المخابرات السرية وهو الرئيس ديال القسم. فارس زير على يده وانطق بصوت رجولي قاطع: أنا غادي نقبض على هاد الشركة ديال كليسينا، ما غاديش تفلت مني هاد المرة ولو يتلاقى السما مع الأرض. دخلت السكرتيرة بخطوات متوترة وكانت حانية راسها. قالت: صباح الخير مسيو فارس، كان اجتماع دابا. قبل ما تكمل كلامها دخل كريم اللي هو صديق ديال فارس من صغره وكيعتبر بحال خوه. كان طويل وعينيه كحلين وشعره مقاد اللور. جلس في الكنبي اللي كاينين تما ديال الجلد بكل عفوية. من بعد فارس شاف فيه ما فهم والو حيتاش كريم كان دخل فرحان. كريم ضحك بالجهد وقال: شوفي نقول لك، الغي كل شيء، انا اليوم غندي معايا فارس بالزز، ما غاديش نخليه اليوم في هاد الشركة. فارس عقد غباشته، ضيق عينيه وشاف فيهم بنظرة باردة. كريم صاحبي، اش هاد الدخلة؟ واش ما عندك شي خدمة ولا غير كتبقى مقابلني غير انا؟ كريم وقف وبدا كيمشي ويجي في المكتب بحماس. صاحبي، انا عييت من الخدمه، والله لا عييت، شحال ما فوجنا بحال كاع الناس. او اش بالك نمشيو نسهروا شويه؟ الليله كاين واحد الحفل ديال غالا فخم في الفندق، كاع كبار الشخصيات غيكونوا تما. نمشي ونفوجو وباغي نخرج نسهر، وغادي نديك معايا بزاز منك. فارس بقى كيشوف فيه مطول، حرك ستيلو ما بين صباعه وفكر باللي عنده الصح. العام كامل وهما كيقلبوا على الشبكة ديال جليسينا وما لقاو والو، وهذا النهار خاصو يمشي لهاد الحفلة باش يفوج. في ديك اللحظة السكرتيرة قاطعتهم بصوت واطي: مسيو فارس، اليوم راح عنا اجتماع ضروري مع الشركة اللي غنديرو معاها شركة كبيرة. فارس شاف فيها وهز يدو باش يقاطعها: غير اعتذري منهم وقولي لهم شي سبب معين، قول لهم يخلوه حتى الغدا ونديرو الاجتماع، تفهمنا؟ السكرتيرة قالت: داكشي اللي غيكون مسيو فارس. كريم شاف فيه فرحان حيتاش الخطة ديالو نجحات. مشاو بجوج خارجين، هز يدو وحطو بكتاف ديال فارس: هكاك نبغيك عشيري، هاد الليلة غادي تكون واعرة. فارس ضحك وما قال والو. مشاو بالطوموبيلات الفخمة للفندق باش يوجدوا ريوسهم للحفلة الكبيرة ديال الليلة.
نرجعوا لعندي انا وساره اللي كنا جالسين في الكافي. الريحه ديال القهوه كانت في كل مكان، والشمس الدافئ كان كيدخل من الشراجم. ساره دورت على راسها لعندي، ضيقت عينيها وقالت: فين وصلت الشاحنه ديال الديسكات والميكروشيب العسكريين؟ راه لورينزو باغي يحتي يدو عليهم هاد الليله في الحفله ديال الغالا باش يبيعهم للخارج. أنا شربت من كاسي ببرودة وثقة تامة. راني عارفة، راني صيفطت القرد ديالنا باش يراقبوا التحركات ديال المساعدة ديالو تفصيل بتفصيل. هاد لورينزو ما عرفش راسو مع من كيلعب، باغي يلعب معانا حنايا جليسينا. غندمو بلا ما يحس. سارة ضربات الطبلة بخفة وعوجات فمها: وصاحبتي شحال من مرة درناها بيه وقلنا حتى حاجة ما غتوقف في طريقنا، ولكن الخطة ديالنا كتفشل. هاد المرة غنخترقوا السيستيم ديالو كامل وسط الحفلة. قولي ليا، اللبسات واجدين؟ ابتسمت وقلت: كل شي ناضي ومقاد، غنبانو بحال الاميرات، وحتى شي حد ما غيشك باللي حنايا هما اللي غنقلبوا الحفلة فوق ريوسهم. وفي ديك اللحظة صونا التليفون ديالي، جاوبته بصوت قاطع: شنو درتو؟ هدر في الساع. القارد بصوت واطي ومتردد قال: مدموزيل ريهام، مشينا اخترقنا المعلومات المساعدة ديال لورينزو وعرفنا باللي غيكون في الحفلة ديال غالا هاد الليلة. شنو بغيتيني ندير دابا؟ انا هزيت راسي على التليفون وعيني كيشعلوا فيهم العافية. شوفوا، راقبوه مزيان خطوة بخطوة، وانا وسارة اللي غادي نكلفوا بالباقي ونمحيو جدبوه وسط القالة. قفلت الخط وشفت في سارة وضحكنا الضحكة ديال التحدي. كي جيتك؟ جيتي بومبا. انا متحمسة لهاد الليلة. قلت: غير ارتاحي مع راسك صاحبتي، اليوم غادي نوريهم شكون حنايا بالضبط. موراها كملنا فطورنا ورجعنا للدار باش نوجدوا راسنا. تشك تشك، صوت الفلاشات ديال الكاميرات كان مسموع، والموسيقى الكلاسيكية كانت ساحرة وعامرة المكان. الفندق كان كيشعل بالثريات ديال الكريستال، ريحة العطور الفخمة مخلطة مع ريحة الورد الطبيعي. هبط أنا وسارة من توموبيل، وكل أنظار تدارت جهتنا بحال إلا دخلوا جوج أميرات من الأساطير. أنا كنت لابسة فستان أحمر مغلوق مصنوع من الحرير الطبيعي، وكان عاري من الكتفين وفيه واحد الفتحة طويلة الجهة ديال الرجل كيبان تفاصيل جسمي المنحوتة بكل أنوثة وجاذبية. لبست معاه طالون بالكحل ودرت اكسسوارات ديال الماس، وشعري الاسود الطويل ومطلوق على الكتفين، والميك اب درت سموكي خفيف كيبانو تفاصيل ديال عينيا. اما ساره فكانت لابسه فستان اخضر كان ضيق وقصير من القدام وطول من اللور. هي كانت جامعه شعرها وعينيها كانوا كيبانوا خضرين بكل سحر بسبب الميك اب اللي دارت. دخلنا القاعة الكبيرة وبديت كنت تمشى بكل ثقة بحال إلا أنا بوحدي اللي كاينة. وفي ديك اللحظة دار في راس، جاو عيني في عينيا، تما تجمد في بلاصتو، حسيت بيه تبهض. عينيه الرماديين وسعوا بالصدمة والإعجاب، وحسيت بنظراته بحال العافية كتحرق لحمي. كريم ضرب في راس بكتفه وقال: صاحبي، واش كتشوف اللي كنشوف انا ولا كنحلم؟ هادو ملكة جمال ماشي بنات عاديات. فارس ما جاوبوش كاع، كان كيشوف ريهام بحال الا الجوهرة اللي كان كيقلب عليها حياته كاملة. وفي ديك اللحظة بدات كتسمع الموسيقى الكلاسيكية الرومانسية والساحرة. ناد فارس بكل ثقة ووسامة وتمشى خطوات ثابتة نيشان لعند ريهام. تحنت لعندي سارة وقالت: اويلي، واش هاداك جاي لعندنا؟ شفت فين كانت كتشوف سارة وبقيت كنشوف فيه بنظرات حادة،
وقف قدامي، حنا راس شوية وابتسم ومد يدو ليا بكل أدب. بصوت رجولي قال: تسمحي لي يا الملاك بهاد الرقصة، ولا غترفضيني وتخليني مقتول وسط هاد الناس؟ شفت فيه وعرفت باللي هو نفس الراجل ديال المخابرات. عطيته نظرة مستفزة وسحرية وابتسمت بثقة ومديت يدي ليه بكل سرور. ميسيو فارس، سميتي فارس. ميسيو فارس، ولكن ركز معايا، خطواتي صعبين شوية. فارس قرب لعندي، زير بيده قوية ودافئة على خصري وجبتني لعدنه حتى لصق صدري مع صدره العريض، وبدأ كيدور بيا. خليني نقولك، أنا كنعشق التحدي، والخطوات الصعب هما التحدي بالنسبة ليا. بدينا كندوره وسط القاعة بكل خفة وسحر. الأنفاس ديالنا تقربات وتخلطات مع بعضياتها، والسخونية ديال الأنفاس مخلطة بالريحة ديال العطر الرجولي اللي دوخاتني. فارس قرب وجهه لعندي وخرج نبرة صوته لدرجة خلت لحمي تبورش. الصراحة شفت بزاف ديال البنات، ولكن بحال هاد الجمال وهاد العينين الزرقين عمري ما شفت. خطفتي لي عقلي والروحي من أول نظرة. دورت وجهي شوية بدلع واستفزاز وشفت في عينيه، وبكل جرأة هزيت يدي ومسحت على وجهه. كلامك زوين يا ميسيو فارس، ولكن بين فيك سيد ماهر وطايق في راسك بزاف. ولكن رد بالك، اللعبة ديالي صعيبة شوية وخايفة غير تولي انت اللي طايح في الشبكة في الآخر. فارس ضحك ضحكة خفيفة اللي زادت وسامته، زير على خصري كتر وشف فيا بنظرات حادة. أنا ما كنسيدش بالكلمات، أنا كنسيد بالحقيقة، ومن هاد اللحظة ما بقيتش باغي نطلق منك كاع. وفي ديك اللحظة الساحرة اللي كانت بيناتنا، عينيا لمحات المساعدة ديال لورينزو اللي كانوا كيتسيلوا لواحد الغرفة السرية ورا الكواليس باش يهز الديسكات. تما وقفت من السهو ديالي، الرقصة سالات. رجعت خطوة اللور بواحد الخفة، حيت يدي من يده وعطيته النظرة قاصحة ومستفزة. وباش من حق كتقول هاد الهضرة؟ هاني دابا غنمشي ونشوف واش الذكاء ديالك غيخليك تلقاني عاوتاني. بسلامة اميسيو فارس. فارس وسع عينيه وقال: بلاتي قولي لي بعد سميتك. ولكن درت راسي ما سمعتوش، عطيته بالظهر ومشيت كنجري، غمست لسارة باش تتابعني. فارس بقى واقف مصدوم ومبهور، عقد غباشته وكان مستغرب. قال: شكون هادي؟ ومن ناحية ديال كريم كان كيتغازل مع سارة، ولكن هي ما عطاتوش حتى شي أهمية. كريم قرب لعندها وقال: ايوا الزين، قولي لينا شنيتك، عندك شي واحد في حياتك ولا لا؟ الى الجواب هو لا، نقدروا نتعرفوا انا وياك، شبالك؟ سارة خنزرت فيه وقالت: بان ليا بحالي لا تحمستي شويه، وحنا يلا تعرفنا مالنا خويا على هاد الزربه. هي كانت حاضيه كل تفاصيل ديال الحفله، حتى شافت الاشاره ديال ريهام. شاف فيها كريم باغيه تمشي وقال لها بصوت واطي: بلاتي لالا، فين غادي هاد الزين كامل وتخلينا طايحين؟ سارة عوجت فمها وحيدت يدها منه. حيد عليا يديك حنيني، المرة الجاية تلقاني بسلامة. هربات وخليته مصدوم في بلاصتو. تابعنا المساعدة ديال لورينزو لواحد الممر مظلم وخاوي ورا القاعة. واحد منهم حس بخطوات الطالون ديالي، دار بسرعة، ضيق عينيه وخرج الفردي. شكون نتوما؟ واش باغيين عندي؟ واش باغيين تموتوا في هاد الليلة؟
سارة قربت لعندي وقالت لي في وذني: اوف، قلت لك صاحبتي حيديهم قبل ما نجيو. قلت: صافي سكتي بلا ما تفضحينا. من بعد شفت في ديك الراجل طلقت واحد الضحكة مستفزة وخرجت في الفردي صغير من ساكي بكل سرعة. حنايا هما قليزينا اللي غيجيبوا اخرتك هاد الليلة. وقبل ما يدير اي حركة ضربته بواحد الضربة تيحدو تيركت الارض، وزدت عليه بركلة قوية للصدر حتى تسمع الدقة ديال العظام. شديته من القميجة ديالو وبديت عليه بضربة، ضرب هنا وضرب هنا وضرب هنا حتى بدلت ليه الملامح ديال وجهه. ومن بعد تحنيت عليه وهزيت منه الفلاش ديسك. سارة نقزات وقالت: يس برافو عليك. شوية حسيت براسي تشبت من يدي بقوة وتضربت مع واحد الصدر قاصح بحال الحيط. كان فارس وكريم معاه اللي كانوا تابعونا ملي شافونا خرجنا مقلقين من القاعة. فارس بقى كيشوف فيا ومن بعد شاف الفلاش ديسك في يدي، زير على يدو وعقد غباشتو بصدمة وقال: اش كديري انتي؟ شكون نتوما بالسلامة؟ وعلاش كتضربوا هاد خينا هكا؟ واش نتوما عصابة؟ شفت فيه بعينين باردين وما فيهم حتى مشاعر. حيت يدي من قبضته بالجهد. طلق مني، هادشي اللي درت فيه راه قليل وماشي شغلكم، بعدو منا. سارة دخلات وجرتني من دراعي: ريهام يلا نمشيو، تعطلنا على ماما وهي كتستنى فينا بلا ما نضيع وقتنا مع هادو. شفت فيها وهزيت راسي، شديت الساك ديالي وخرجنا بالدم بارد بحال ما درنا والو. فارس وكريم بقاو مصدومين منا، وفارس قالو هو كيشوف فيا: هاد البنت ماشي عادية، وراها شي سير كبير وغنعرفوه بأي طريقة. كريم قال: والله إلا عندك الحق عشيري، فيهم شي حاجة غريبة ولكن كتخلع، ولكن عجبوني الصراحة. دابا شنو غادي نديرو مع هذا؟ فارس قال: وعلاش كتسول؟ دبر راسك. دازو شي سوايع ووصلنا للدار انا وسارة. استقبلتنا ماما وخالتي نادية اللي هي ام ديال سارة. دخلنا وجلسنا معاهم حتى هدرت ماما وقالت: بناتي شنو درتو؟ واش قضيتو الغرض؟ شفت في سارة وكنا كنضحكوا: ماما مشينا ورقصنا وكلينا وقضينا الغرض. سارة انتقات: خالتي حنان اليوم شفنا واحد. سكتي اش كتقولي؟ مالك يا بنتي شنو شفتو؟ لا 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 والو ماما، لا والو، لا والو. شنو شفنا والو، شفنا غير الحفلة والناس. ياك سارة. خنزرت فيها وقالت: شفنا كل شي زوين تبارك الله. تحنيت لعندها وقلت: والله الا قلتي شي حاجه لماما والماماك غادي نوريك شكون انا. ويلي كنتي غتفضحينا. قالت: ايوا مالك صاحبتي، راه زين هذاك يستاهل، علاش لا؟ ماما وخالتي نادية كانوا كيشوفوا بعضياتهم ما فاهمين والو. من بعد ماما انتقات: المهمة بناتي، ريهام عقلتي على الاجتماع اللي كان عندي مع واحد الشركة كبيرة؟ شفت فيها وقلت: ماما شنو درتي؟ قالت لي: المهم المدير ديالهم قال لك راه عنده شي غرض طائر، داكشي علاش الاجل الاجتماع حتى الغدا. قلت: ايوا صافي حتى الغدا غادي نمشي معاك. المهم حتى انا عندي ما يدار دابا، تصبحوا على خير. خالتي نادية قالت: بناتي ما بغيتوش تعشاو، راه وجدت لكم الوجبه ديالكم المفضله. شفت في ساره وقلت: لا خالتي الحبيبه ما تعذبيش راسك، حنايا كلينا في الحفله. قالت: ايوا صافي بناتي على خاطركم. ساره نطقات: تصبحوا على خير، عليكم.
البنات، نسيت ما نقول لكم باللي انا وساره والامهات ديالنا ساكنين في واحد الدار بوحدنا. ملي ماتوا الاباء ديالنا بجوج اللي كانوا في المخابرات وقتلوا بسبب الخيانه الداخليه، ولينا عائله واحده بالدم. يلا هنكمل القصه ديالنا دابا. المهم، مشيت انا وساره ديريكت المكتب السري ديالنا اللي فيه كاع الحوايج اللي كنستعملوه. دخلنا وحطينا الفلاش ديسك. فجأة طلع لينا السيستم كامل وبانت لينا الحقيقة الصادمة. سارة شفت فيا مصدومة وضربت الطبلة بيدها بجوج وغوتات بغضب وعينيها مغروقين بالدموع. ريهام، واش كتشوفي شنو كنشوف؟ قلت صاحبتي، كنشوف كل شيء. هي دورت لعندي وقالت يعني باباك وبابا ماتوا غدر بوسط الجهاز اللي كانوا كيحميوه بدمهم، غادي نصفيوها ليهم كاملين. وقفت معصبة وعيني حمرين بالدموع. والله ما غنفلتوهم. الليلة غادي نبداو بالمساعدة الثانية ديال لورينزو، وغادي نعرفوا فين مخبي هاد الخائن الكبير اللي بعد دم والدينا. دابا خليونا نرجع شوية للور. قبل 12 عام كنا غاديين انا وسارة المدرسة، كنا فرحانين حتى لواحد اللحظة وقفت واحد السيارة كحلة قدامنا. خرجوا جوج ديال الرجال كبار منا، خطفونا بلا ما نعرفوا شنو كاين وشنو واقع. من بعد مدة فقنا من الغيبوبة، بحال الا داروا لينا شي حاجة باش ننعسوا بزاف ديال الوقت. شفنا راسنا مربوطين بجوج في غرفة مظلمة والريحة ديال الغبرة كانت في كل مكان. حتى وقف علينا لورينزو وقال اهلا بالزوينات، ما تخافوش، انا ما بغيت منكم والو، انا بغيت باباكم يجيب لي الملف لخونا. انا وساره كنا كنبكيو وما عارفين على من كانوا كيهضروا. وفي ديك اللحظه تحل الباب وحنايا كنشوفوا الاباء ديالنا داخلين والدم نازل من جبهتهم. بابا شاف فيا ومن عينيه كيقول لي باللي ما تخافيش. قال ليهم طلق بناتنا، هما ما داروا والو، حنايا بين يديكم دابا ديروا اللي بغيتو. لورينزو ضحك. واش خفتي على بناتك؟ ما عندي ما ندير، خاصني نقتل واحد منكم، اختاروا هما ولا نتوما. ولكن الخائن اللي كان مع لورينزو من وسط المخابرات عطى الامر باش يعذبوهم ويقتلوهم قدام عينينا. انا بقيت كنحاول نفك يدي بحركه، حتى فكيتها وفكيت ديال ساره، ومشينا كنجريو عند الاباء ديالنا وهما كيموتوا قدامنا. بابا شد في يدي وزير عليها وقال بزز ريهام بنتي، المخابرات كاين خائن وسطهم، هربوا. بابا واش انت بخير؟ ما تخلينيش عفاك. انا كنت شاده في يد ساره وحنايا ما فاهمين والو. بابا قال لاخر مره هربوا من هنايا بناتي، هربوا. حتى شفت بابا طاح قدام عينيا. من بعد انا وساره بقينا كنجريو وسمعنا الانفجار والنار طلع من تما والسما ولات حمراء. ومن ديك النهار حلفنا انا وساره باش ننتقموا لوالدينا تحت اسم الشبكه جليسينا. ودابا نرجعوا للحاضر عند فارس وكريم في المقر. جاهم اخبار باللي المساعده ديال لورينزو تصفى وخلاو العلامه ديالهم اللي هي ورده جليسينا. فارس ضرب الطبلة بغضب وقال اوف، هاد جليزينا دايرين الخدمة ديالنا وسبقونا الفلاش ديسك. الليلة خاصنا نلقى ديك البنت ديال قالا حيت حاس باللي عندها علاقة بالموضوع وغنجيبها فين ما كانت.
في صباح جديد نط من بلاصتي ووجدت راسي باش نمشيو انا وساره وماما للاجتماع ديال الشراكه ديالنا الجديده. لبست بنطلون فخم وشميز بيضة بكل اناقه وجمعت شعري. دخلنا لقاع الاجتماع بكل ثقه. دورت عيني حتى تصدمت. كان هو فارس وكريم هما اصحاب الشركه. ماما ابتسمت وقالت: السلام عليكم سي فارس، كنقدم لك بنتي ريهام وسارة. ريهام هذا هو الرؤساء ديال هاد الشركة، فارس وكريم. فارس مد يدو ليا، ضيق عينيه ودار ابتسامة خبيثة ومؤثرة كلها تحدي. السلام عليكم مدموزيل ريهام. لقاء غير متوقع عاوتاني، كيبان باللي الخدمة غتكون سخونة بيناتنا. مديت يدي ببرودة وضغطت عليها. الشرف ليا يا ميسي فارس، نتمنى تكون قد المسؤولية وما تراجعش في نص الطريق. ومن بعد بدينا الاجتماع، هدرنا على شي تفاصيل ديال الشركة والعقد بيناتنا وهداك الشي كامل. وفي واحد اللحظة صونا التليفون ديال ماما. كملت الهضرة، دارت لعندي وقالت: بنتي غادي نمشي للسوق نغدي شي اغراض، ومن بعد غادي نمشي للدار حيتاش عندي شي شغل، واخا؟ عنقتها وقلت: صافي واخا ماما، تهلاي في راسك. سال الاجتماع وكل شي خرج. من بعد سارة قالت لي: في الجوع اختي، مهم غادي نمشي نشري شي حاجه من الحانوت ونرجع، واخا استنيني لتحت. قلت ليها واخا. خرجت سارة ومن بعد دورت راسي لعند فارس. كان كيشوف فيا وانا كنت كنشوف فيه، ولكن ما قلنا حتى كلمة. حتى لواحد اللحظة جيت خارجة، حتى حسيت بفارس جبدني لواحد القنت بكل قوة لورا الباب، زير عليا مع الحيط، والاقناع ديالنا طاحوا والانفاس ديالنا تخلطوا، وهو قلب صوت واطي ومستفز وعينيه في عينيا: انا عارف باللي انتي وسارة ورا داك الشي اللي وقع في الحفلة. شكون نتوما بالسلامة؟ واش هاكرز ولا مجرمين؟ هضري. عوجت فمي بحدة، حطيت يدي على صدره ودفعته بالجهد وقلت: ميسي فارس، هاد البلاصة ديال الخدمة، بعد مني ولا غتشوف شي حاجة ما غتعجبكش كاع، وما تلعبش معايا حيتاش غتحرق. فارس ضحك ضحكة رجولية مثيرة، قرب لعندي وقال: ما تنسايش ريهام، انا موراك والسير ديالك غنعرفو باي طريقة. دفعته وخرجت كنجري، دقات قلبي كانوا كيتسمعوا بكل بلاصة. مشيت الحمام وقلت في خاطري: مالك يا قلبي كضرب هاد الجهد؟ راه وقت الانتقام هذا، ماشي وقت لهاد الشي. شفت راسي في المراية وضبط شعري، وفي ديك اللحظة صونا لي التليفون. كان المساعد ديالي، قال بصوت مرعوب: مدموزيل ريهام، عندي شي خبر ضروري تعرفيه. قلت: قول شنو كاين؟ لورينسو عرف باللي نتوما اللي خديتو الديسك، وراه هجم على الفيلا واختفى لالا حنان ولا نادية. في ديك اللحظة طاح لي التليفون من يدي، وبدات الدات ديالي كترعد من الصدمة والخوف على ماما. وانتم علاش كاينين تما؟ واش كأنا كنخلصكم زبالة ديال الفلوس وانتم واقفين تما غير ديكور ولا شنو؟ يا الله يا ربي شنو غادي ندير؟ اسمحي لينا المدموزيل ريهام، ولكن قال لينا العنوان اللي هو الديبو القديم، هادشي اللي قال. من بعد حطيت التليفون ديالي ومشيت كنجري لعند سارة باش نقول لها الخبار. شفتها جاية وقلت: سارة صاحبتي، واش بغيتي هاد الشوكولا ولا هذا؟ صافي خلينا من هاد الماكله، راه عندنا مشكل كبير. ويلي صاحبتي اش واقع؟ ماما وماماك تخطفوا. سارة طاحوا ليها الشوكولات من يديها وقالت: شنو كتقولي يا صاحبتي؟ انا تحت الارض وبديت كنبكي.
سارة اش غادي نديرو؟ راه ما نقدرش نعيش بلا ماما. سارة قربت لعندي وقالت صافي ما تخافيش، غادي نعتقوهم بأي طريقة. كنا جايين خارجين ومخلوعين حتى لواحد اللحظة جاو فارس وكريم وقفوا قدامنا. فارس شافني ميتة بالخوف، شد فيا وزاد فيه الخوف عليا وعينيه وسعوا. ريهام مالكي شو واقع؟ علاش وجهك صفر هكا؟ هدري دغيا. قلت ماما وخالتي ليلى تخطفوا من طرف لورينزو، بعدو من طريقنا، راه خاصنا نمشيو هاد الليلة باش نعتقوهم. فارس قال غادي نمشي معاكم، وزيدون حنايا من الاستخبارات السرية، وبغيت هاد لورينسا طحنا حيت اكتشفنا باللي كاين خائن وسطنا وغنستفيوها ليه. في ديك اللحظة انا وسارة شفنا بعضياتنا مصدومين وقلنا شنو؟ انا وسارة بقينا مصدومين من هاد الاخبار باللي هما استخباراتيين، ولكن ما كناش عندنا الوقت باش نسولو كتر. ركبنا في السيارة مكسيرين، وفي الطريق جبدنا انا وسارة الاسلحة والتجهيزات الالكترونية من تحت الكراسي. فارس وكريم شافوا فينا بصدمة زلزلاتهم. كريم قال واش انتوما هما جليزينا الشبكة الهاكرز اللي كنقلبوا عليها العام كامل وحنا يا حماق؟ وشي بصح ولا غير كنحلم؟ انا شفت في سارة ومن بعد شفت في فارس وقلت حنايا هما جليزينا، وإلا غادي تمشيو معانا غادي تخاطروا براسكم وغتمشيو الموت بيديكم. فارس قال واش دار ليكم لورينزو باش تنتقموا منه؟ قلت انا وسارة بغينا ناخدو حق والدينا، حيتاش لورينزو خان الثقة ديال والدينا من 12 سنين. فارس قال دابا فهمت. وقولي لي الاختيار ديالكم دابا، واش اختاريتو ترجعوا ولا تمشيو معانا؟ فارس نطق غادي نمشيو معاكم، وحق والديك غناخدوه الليلة. يلا دازو شي 2 ديال السوايع، وصلنا ديريكت للموقع ودخلنا للديبو الكبير. من الداخل عينيا مشاو نيشان لماما والأم ديال سارة كانوا مربوطين فوق الكراسي. في ديك اللحظة كنت باغية نمشي عند ماما ونعتقها، ولكن دخل لورينزو ومعاه هداك الرئيس الخائن ديال المخابرات. دخلوا وهما كيضحكوا وقالوا مرحبا مرحبا بالضيوف ديالنا، نورتونا بالشبكة جليزينا. سي فارس جيتي ومعك الهاكرز، المفاجأة كبيرة هادي. الخائن قال هادشي كيبان ليا، ولا دابا البنات كيغطيو على الراجل، عجيب هذا. قلت انت اللي غدرتي بوالدينا من 12 سنة، الليلة غتخلصوا لكل شي، الموت ليكم. لورينزو شاف فيا بنظرات تحدي وقال غنشوفوا واش تقدروا علينا. ومن بعد جبت واحد الفردي من جيبه وبدا كيضرب القرطاس كيزفر في الودنين. وفي ديك اللحظة فارس دار واحد الإشارة باش كريم والرجال ديالو يدخلوا ويهجموا بلورينزو والخائن. ناضت المعركة بالقرطاس والأكشن. فارس تضارب بكل شجاعة وحمي ظهري. أنا شفت في سارة وقلت واجدة؟ قالت لي واجدة، ديما واجدة. ومن بعد خرجنا كنجريو يد في يد حتى طحنا فوق لورينزو والخائن اللي كانوا باغيين يهربوا. ضربناهم في الرجلين حتى طاحوا في الأرض. وجهت السلاح لراس لورينزو والدموع في عيني، ولكن يدي ثابتة. قلت هذا من حق بابا وخالي دريس، ترحم على روحك يا الخانز. وفي ديك اللحظة تلقات الرصاصة في الراس ديال لورينزو والخائن حتى طاحوا الجثة هامدة، وانتهت الكابوس ديال هاد السنين كاملة اللي دازو. ومن بعد تحنا بجوج بينا في الأرض من العيا وعنقنا بعضياتنا وحنا كنبكيو بالجهد حيد هاد الكابوس وأخيرا سالا. فارس جاني وهزني من بين يديه بكل خوف وحنان وعنقني لصدره وقال ريهام
واش انتي بخير؟ شوفي فيا. هزيت راسي وبقيت كنشوف فيه. انا بخير، ما تخافش عليا، غير شويه عيانه. وحتى كريم هز ساره اللي كانت كتموت بالخوف، وداونا للسيارات ومشينا مكسيرين. وماما وخالتي ناديه كانوا في الطوموبيل الاخرى، كانوا بخير الحمد لله، وما وقع لهم حتى شي حاجه. بقينا غاديين في الطوموبيل، وانا حطيت راسي على كتف فارس عيانه، وقلت له بصوت خفيف: دابا غتديني الحبس حيت انا رئيسة كليسينا ياك؟ درتي خدمتك. فارس دار لعندي، جبدني من خصري لعنده بكل قوة، شاف فيا في عينيه مليان حب، وقال: من اليوم الحبس ديالك الوحيد هو قلبي اللي ملكتيه من النهار الاول. واش كتهدر من نيتك؟ كنهدر من نيتي، انا كنحماق عليك ريهام. وفي ديك اللحظة تفكرت سارة. فارس فين هي سارة؟ ما شفتهاش. قال: ما تخافيش، هي مع كريم في امان. وفي ديك اللحظة عرفت باللي سارة غادي تكون مع كريم حيت كيبغيها وكيموت عليها. فرنا الطوموبيل قدام واحد القصر كبير وفخم. من بعد انا وفارس هبطنا من الطوموبيل وحنايا شادين في يد بعض. من بعد شفت في الطوموبيل اخرى اللي كانت فيها ساره وكريم، بقيت كنشوف فيها حيتاش هبطت الضحكه ميته بالضحك. شفت فيها وقلت: عفريت مع راسك. قلت ليا: سوقك. ومن بعد مشينا 4 بينا ودخلنا للقصر. لقيت ماما وخالتي ناديه بخير وعلى خير. مشينا انا وساره كنجريو وعنقناهم بالجهد، كنا فرحانين حيتاش كانوا بخير. شويه فارس طلعني لبيته الفخم، جاب لي واحد الكاس ديال الماء وقال: مرحبا بك في بيتك لالا. خنزرت فيه وقلت: اش من بيتي يا خويا؟ لا جيتي خطبتيني وانا ما كنتش عارفه. قال: صافي لالا ما تقلقيش، غادي نجي نخطبك هاد السيمانه ان شاء الله، غير فرحي شويه فرحي. شفت فيه وقلت: واش كتهدر بصح؟ ومالي انا غادي نتفلى معاك ولا شنو؟ صافي ما تقلقش. المهم يا لالا خلينا من هاد الشيء، عندي واحد الكادو ليك، ممكن غادي يعجبك. انا وسعت عيني وقلت: كادو وشنو هو؟ وفي ديك اللحظة جبت واحد البواطة من جيبه، حلها وبين واحد الختم ديال الألماس كيشحل بحال النجوم. انا بقيت مصدومة في بلاصتي. من بعد انتق من هذيك الرقصة الأولى في القالة وأنا عارف باللي مكانك هو معايا. ريهام، واش تقبلي تكوني مراتي وشريكة في حياتي؟ وبلا ما كتر لعنات عافاك حيتاش كنموت عليك. شفت فيه وابتسمت أجمل ابتسامة وعنقته. قابلة فارس، كنبغيك. وحتى أنا كنحماق عليك ريهام. عنقني لعنده بالجهد، وهكا سالت القصة ديالنا بالانتقام اللي تصفى والحب والبداية جديدة وسط هذا القصر. ترن ترن. وحتى لهنا كتسالي الحكاية المثيرة ديالنا ديال اليوم. نتمنى من كل قلبي تكون القصة دخلات لقلوبكم وخلاتكم تعيشوا مع الأبطال ديالنا في كل لحظة ديال القرطاس والنظرة ديال الحب. القصة ديال اليوم ما كانش مجرد حكاية عادية ندوزوها وصافي. هاد القصة خلاتنا نوقفوا ونفكروا باللي الحق واخا يطلع عليه الزمن وعذاب وكوابيس، ربي ديما كيجيب الأسباب باش تظهر الحقيقة. ما تنسوش تخليو داك اللايك الزوين واشتركوا في القناة باش تكبر عائلتنا ونكملوا هاد الطريق الزوينة مع بعضياتنا. وما تنسوش تشجعوني في التعاليق حيتاش راه كيفرحوني وكيخلوني نكمل في هذه الطريق الزوينة مع بعضياتنا.
كنبغيكم بزاف يا احسن واجمل متابعين في العالم. الله يحفظكم ليا كاملين ويفرح قلوبكم ويعطيكم كل ما كتمناو في خاطركم وباش ما كتمناو يا ربي. تهلاو في راسكم بزاف ونتلاقوا في القصة الجاية ان شاء الله. بسلامة.